كارثة كبيرة في النادي الأهلي، والله العظيم اللي احنا فيه ده كارثة كبيرة في النادي الأهلي. وتتوالى سلسلة الأداء السيء للنادي الأهلي، وبيتعادل مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1. وبكده النادي الأهلي ده التعادل رقم 3 ليه في الدوري في مشواره في الدوري. وبكده النادي الأهلي بيوصل للنقطة 24 وبيدي الصدارة لنادي الزمالك على طبق من فضة. في حالة فوزه بكرة على نادي الإسماعيلي بيخطف الصدارة من النادي الأهلي بفارق الأهداف عن النادي الأهلي. قولوا لنا رأيكم في الكارثة اللي احنا فيها في النادي الأهلي، ولازم الإدارة تتدخل بأسرع وقت ومارسيل كولر يقدم تقريره للنادي الأهلي. وأي لعيب ما يستحقش يكون موجود في النادي الأهلي نقول له باي باي ومع السلامة. لإلا الإدارة لو ما اتدخلتش وما حلتش مشكلة النادي الأهلي نقول لهم هم مع السلامة وباي باي وما تكملوش في النادي الأهلي. قولوا لنا رأيكم في أداء النادي الأهلي النهارده. عاوز أقول لك إن اللي أحرز الأهداف النهارده أحمد رمضان بيكهام لسيراميكا كليوباترا، والأسيست